من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولو مرة واحدة كنز من كنوز الجنة. من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة تعدل ثلث القرآن، ومن قرأها 3 مرات كان كمثابة ختم القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بكل واحدة غرس شجرة في الجنة. يا الله، صبري ليس بصبر أيوب عند المرض، وتسبيحي ليس بتسبيح يونس في بطن الحوت، وإيماني ليس بإيمان إبراهيم في النار، وثقتي بك يا رب ليست بثقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد في الغار. فارحم يا رب تقصيري وضعفي وخطئي وذنبي، فلا حول لي ولا قوة إلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اهلا بكم في فيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله بأمر الله الفيديو النهارده يعجبكم جدا جدا وتحمسوا منه كده وتاخدوا منه احلى طاقة ايجابية في الجو الفظيع اللي احنا فيه النهارده ده، وبقالنا فترة فعلا. اول حاجه كده توحشتوني قوي قوي قوي، مفتقداكم جدا جدا بجد والله العظيم. ما تعرفوش الفتره اللي عدت عليها ازاي. يعني بجد مش عارفه اقول لكم ايه بجد، بس يعني عايزه اقول لكم ان انتوا حاجه كبيره قوي قوي في حياتي، وان انا فعلا لما بقعد فتره كده ما نزلش فيديوهات بحس ان في حاجه كبيره قوي 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 ناقصاني، وفي جزء كبير قوي ناقصني بجد. فربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا يا رب يا بنات. بالله عليكم يا بنات عايزه بقى بصوا يعني تقفوا جنبي كده وقفة كويسة. يعني عايزاكم كده تشجعوني على قد ما تقدروا وتحمسوني كده. عايزاكم كده تشجعوني باللايكات بتاعتكم الجميلة، بكومنتاتكم اللي بجد بتفرح قلبي. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني بجد. انتوا اكبر داعم ليا يا بنات بجد والله العظيم، اكبر داعم. كلامكم الطيب اللي بيفرحني هو ده اللي بيخليني ان انا مهما بعدت ارجع تاني. وان شاء الله بامر الله ربنا يا رب ما يجعلنيش ابعد خالص عنكم ان شاء الله. بس والله يا بنات الفتره دي فتره صعبه جدا. الجو فظيع بجد بمعنى كلمه فظيع، والحر صعب قوي قوي. خصوصا كمان ان انا عندي مشكله اصلا، انا تعبانه وعندي مشكله في ظهري اصلا، فكمان تلاقوني ان انا يعني بيجي عليا اوقات كده ببقى تعبانه، ساعات بصحى من النوم بحس ان ظهري ده واقف، ما ببقاش قادره ان انا اتحرك. فبجد يعني الصحه بعافيه. ف الظروف الصحية بجد بتخلي البني آدم يعني ايه، بتخليني ابعد غصب عني، فاهميني؟ فليه اوقات كتير جدا مبقاش قادرة ان انا اصور حاجة، مبقاش قادرة ان انا اعمل حاجة، مش قادرة اقدم اي حاجة، فما بقدرش خالص. فبضطر ان انا غصب عني خلاص يعني ببعد شوية وبقعد كده اخد علاج ومش عارفة ايه، لحد ما بحس ان انا كويسة وبحس ان انا احسن وافضل ونفسيا اقدر ان انا ارجع لكم تاني وبرجع معاكم. خصوصا كمان الجو يعني صعب جدا جدا اليومين دول، حر قوي قوي قوي. طبعا مش هيحس بالكلام ده ولا هيبقى فاهم كلامي غير الناس اللي هي عارفة انها لو قاعدة في الدور الاخير ومفيش فوقيها اي ادوار تانية، دول اللي يبقوا حاسين جدا جدا بالكلام اللي انا بقوله يعني. لان طبعا انتوا عارفين الشمس بقى بتبقى مخزنة جدا في الادوار العالية دي، وبيبقى الجو فيها حر قوي. خصوصا كمان مثلا لما يبقى مفيش جنبك حد اعلى منك مثلا او وراكي، والشمس بقى كده محوطاكي من جميع الاتجاهات، فبتبقى صعبة جدا جدا بجد يعني. فربنا يا رب يرحمنا ويسترها معانا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. فده والله سبب تاخيري عنكم يا بنات. الجو صعب، مبقاش قادره طبعا، انتوا عارفين لازم بقى ان انا ببقى لابسه العبايه ولابسه خمار وما اعرفش ايه، فالجو صعب قوي. ببقى بصوا والله ببقى بجيب ميه كده من كل يمه بجد والله العظيم. فالحمد لله الحمد لله. المهم رجعت لكم تاني، هو رجع لكم بقى بشوية فيديوهات يا بنات خطيرة قوية جدا جدا، كلها تشجيع كده وكلها حماس. وبصي تشجعي بأمر الله، يعني تشجعي كده ان شاء الله معايا بأمر الله تشجعي مهما كان الجو حر. خليكي كده تشجعي وتقومي تنجزي كل حاجة وراكي وتعملي كل اللي انت ايه اللي ناقصك ان شاء الله بأمر الله. فاول حاجه كده عملتها زي ما شفتوا كده معايا، فطرت كده وبعد كده عملت لي كده كوبايه قهوه اشربها كده، وقلت بقى على يعني
اشغل الغساله على ما تخلص اكون انا خلصت اللي ورايا. حطيت دوره غسيل كده وسبتها كده مع نفسها، قلت لها بقى على ما تخلصي براحتك اكون انا خلصت اللي ورايا. انا كنت عايزه اعمل ايه، كنت عايزه اشيل بقى كل فرش السجاد، وعايزه اشيل الستاره دي واحط ستاره جديده. خلاص بقى لها كتير جدا معايا من ساعه العيد وهي مفروشه بصراحه، انا ما شلتهاش. فقلت لها خلاص كده كفايه عليكي قوي بقى، خلاص جه وقت بقى ان انت ايه تتشالي كده وتتغسلي وتتعيني بقى كده نظيفه. قلت اغسلها بقى كده وعينها نظيفه وابدا ان انا احط ستاره تانية. والفرش بتاع الانتريه كله برضو كان عايز يتغسل لان برضو كان من ساعه العيد. فقلت له لا كفايه عليك كده كمان، هو يا بنات بصوا محرر قوي يعني الفرش ده اصلا المفروض ان هو يعني للشتاء بيدي دفى، فاهمين؟ فقلت لا انا هشيله بقى خالص وابدا ان انا ايه اغسله كده ايه واركنه وعينه خالص بقى، يعني على دخول الشتاء كده بامر الله نبدا ان احنا ايه نرجع نفرشه تاني، لان بصراحه هو من الحاجات اللي بتدي دفى. فبجد كان محرر الانتريه قوي قوي. فقلت له لا خلاص كده بقى انا هشيله واغسله وعينه. واسيب بقى كمان الانتريه بقى يعني بشكله كده، بصراحه وحشني شكله جدا جدا، بقى كتير قوي ما سبتهوش كده. فقلت لا وحشني الشكل بتاعه قوي بصراحه، فهسيبه بقى ايه يعني اسيبه على شكله كده. المهم شلت بقى كل حاجة وقلت بقى احطهم كده في الغسالة، يعني ابدأ ان انا احطهم كده حاجة حاجة في الغسالة. الفرش ده تقيل جدا جدا يا بنات بصراحة، ومن الحاجات التقيلة. الكنب بتاع الانتريه ده يا بنات انا ما بحطهوش في الغسالة، انا بصراحة يعني عايز كده يا بنات غسالة نص اوتوماتيك كده عشان يتغسل فيها. فانا باخد الكنب معايا عند ماما واروح اغسلهم عندها. هي عندها ما شاء الله غسالة نص كده، فما شاء الله ايه حلوة يعني. ولكن جيت بصراحة غسلته قبل كده في الغسالة الاوتوماتيك بتاعتي، بصراحة بوظ لي الدنيا ووقع لي البلي بتاع الحلة، وساعتها كلفتني حوالي 1500 من كام سنة عشان خاطر بس البلي اللي فيها ده. فقلت لا خلاص بقى مش هتقل عليها تاني لان هو تقيل، وطبعا لما بيشرب ميه بيبقى تقيل اكتر فبيبوظ الدنيا يعني، فما ينفعش. فعشان كده يا بنات ما تقلوش على الاجهزه بتاعتكم، يعني حاولوا قد ما تقدروا ان الحاجه اللي انتوا بتحطوها او اللي انتوا بتعملوها يكون ايه في الحاجه اللي هي المضمونه، يعني فاهمين؟ او اللي هي الحاجه يعني اللي تبقى بالظبط عليها. لكن ما تقلوش على حاجاتكم لان بصراحه الاجهزه غالية، وان انتي يبوظ فيها حاجة وتصلحيها برضو قطع الغيار بتاعتها غالية جدا جدا. فنراعي النقطة دي ونخلي بالنا كويس ونحافظ على الأجهزة بتاعتنا. لو جهاز من عندنا جراله حاجة صعب جدا جدا ان احنا نعوضه يا بنات الفترة دي، لان الحاجة بقت في ازدياد فظيع بجد، ربنا يرحمنا. فنحافظ كده على الأجهزة بتاعتنا كده ونخلي بالنا منها وما نتقلش على حاجتنا، يعني نخفف كده عنها على قد ما نقدر. العجان برضو اللي عندها عجان برضو ما تقليش عليه كده، حطي المقدار المعين بتاعه المحدد كده بسيط جدا وايه، وابدأ ان انتي اعملي على القد كده، يعني حاجات تبقى بسيطة مش مشكلة. ممكن تتشغلي مثلا مرتين في اليوم عادي، بس ما تجيش تقيل عليه مرة واحدة قدر الله الموتور يتحرق او يحصل له اي حاجة. لو عملتي حتى كل يوم شغلي كل يوم يا ستي، حتى اعملي حاجة بسيطة بحاجة بسيطة، فاهميني؟ بس دوك تبقي ايه ان انتي ما تبقيش محملة عليه كله في مرة واحدة. الجو حر كمان ما تنسوش الفترة دي، يعني الهاند بلندر الخلاط الحاجات دي المكنسة الحاجات دي بتسخن جدا جدا يا بنات من الحر، خلي بالكم. وما بتبقاش عايزه انت تشغليها فتره طويله لان بيسخنوا قوي، فناخد بالنا من النقطه دي. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا لما تشغلوهم يعني ايه ما تشغلهمش فترات طويله، وافضلوا ان انتوا يعني ايه افصلوا ريحوا الموتور شويه وبعد كده ابداوا ان انتوا ايه ارجعوا شغلوها تاني. عشان الحاجة بتاعتنا كده تعيش معانا، وربنا يا رب يسترها معانا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. قولي بقى انتوا عاملين ايه واخباركم ايه وعاملين ايه في الجو الحر ده؟ بجد الجو صعب قوي. مين فيكم يا بنات حس بالزلزال امبارح؟ قولولي. يعني في زلزال يا بنات جه كده الساعة 3 قبل الفجر. فقولوا لي كده انتوا حسيتوا بيه ولا لا؟ انا كنت صاحيه في اللحظه دي وحسيت بيه، والجو كان فظيع واتخضيت جدا جدا. انا يا بنات راقده على السرير وفجاه لقيت التكييف بيعمل صوت، الشباك الالموتان بيعمل صوت، السرير بيترج بطريقه فظيعه، الدولاب بيعمل صوت. قمت قعدت كده واتخضيت ولقيت نفسي عماله اتمرجح على السرير، ايه ده في ايه اللي بيحصل؟ حاجه غريبه. احط ايدي على الحيطه الاقي الحيطه بتتحرك، يا رب استر يا رب في ايه؟ فبجد كان الزلزال كان فظيع فظيع امبارح، اتخضيت قوي بجد والله والله بقيت مخضوضه جدا. ولقيت نفسي بصحي جوزي بقول له محمد قوم الحق الحق، بيقول لي في ايه؟ قلت له في زلزال. قال لي زلزال؟ انت متاكده؟ قلت له والله العظيم في زلزال.
قال لي ازاي انت كنتي بتحلمي؟ قلت له والله مش بحلم، في زلزال. بس هو على ما قام كان خلاص بقى، كانت يعني ايه، خلاص بقى يعني اللي هي الحته دي كانت خلاص، يعني بدأ بقى ان هو يهدى، فاهمين؟ فعلى ما صحي ما كانش يعتبر حس هو بحاجه اصلا، رغم ان كان في لسه هزه بسيطه بس هو ما حسش بيها. فقلت له والله العظيم في زلزال، لحد ما مشي الصبح يقول لي انا هعرف اذا انتوا كنتوا بتحلموا بالليل ولا لا. انا هشوف كده كده، اشوف على الفيس وعلى النت بقى لو في زلزال فعلا هلاقي الناس كاتبين. قلت له والله كان في زلزال، وفاكر ان انا ايه كنت بحلم وقايمه بقى مخضوضه وفاكره يعني ايه في الحلم ان في زلزال وكده. اللي حست بالزلزال فيكم يا بنات تكتب لي في التعليقات ان فعلا هي كمان حست بالزلزال، انا حسيت بيه، وقولوا لي انتوا كنتوا صاحيين في التوقيت ده ولا لا، واكتبوا لي عشان اوري له بقول له بص فعلا الناس كلها حست بالزلزال الا انت يعني. المهم ربنا يا رب يحفظنا ويسترها علينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى دخلت كمان على الصالة كده، شلت برضو كل المفارش اللي كانت في المكتبة هنا، قلت خلاص كفاية برضو عليهم كده برضو كله من العيد بصراحة، فقلت لهم لا كفاية عليكم قوي كده بقى، تتغسلوا بقى وتتعينوا. حطيت بقى مفارش تانية جديدة يعني مختلفة. مسحت بقى كويس جدا جدا بالبخاخ كده، ولمعت كويس قوي الارفف، وبعد كده بدأت احط عليها المفارش دي، وبعد كده برجع عليها كل حاجة زي ما كانت. واشيل برضو المفرش اللي على السفرة برضو هغيره، المفرش برضو اللي على العسكري برضو هشيله كده وهغيره. بصوا كل حاجة بقى هغيرها، يعني كل حاجة اشيلها كده وايه واغيرها واحط حاجات تانية ايه جديدة. والله يا بنات العملة دي بتفرق في نفسيتي جدا فوق ما انتم متخيلين، بتخليني بحس ان انا يعني مرتاحة نفسيا والله بجد. يعني النظافة يا بنات ما فيش أحلى منها بجد، النظافة دي عامل أساسي في راحتك النفسية في بيتك، والله بجد صدقوني عن تجربة. طول ما انتي بيتك نظيف ورايق والدنيا عندك رايقة ونظيفة وما فيش تراب، ومش عينيكي مش شايفة بقى لخبطة ومش شايفة كركبة والحاجات دي، بتحس ان انتي مرتاحة نفسيا. اما لو انتي بقى شايفة حاجات كتير كده، تراب حواليكي، لا حاجات متكركبة، لا يعني حاجات كده متبهدله، تحس ان انت عندك طاقه سلبيه فظيعه وتحس ان انت مش مرتاحه خالص. بيبقى سببها والله يا بنات الكلام ده يعني احنا اصلا طبعنا الحمد لله كستات بنحب دايما النظام والترتيب، بنحب كل حاجه تبقى نظيفه كده وعيننا تبقى مرتاحه فيها، فدي اهم حاجه. طول ما الدنيا عندك رايقه ونظيفه انت راحه يعني كراحتك نفسيه، تحس ان انت مرتاحه نفسيا جدا جدا والدنيا معاكي تمام وزي الفل. في اي لخبطه كده بتحسي ان انت لا المود مش تمام معاكي، يعني لو فعلا كده اكتبوا لي في التعليقات. هنا كمان بقى غيرت المفرش اللي على السفرة خالص، وقلت انا اديها كده تلميعة وابدا ان انا ايه افرش لها المفرش التاني ده. بصراحة كنت بحب جدا ان انا افرشه في الشتاء، لان انا يا بنات لما كنت جايباه وحطيته على دخول الشتاء بيتهيألي، فكان حاسة فيه بالدفى بشكل فظيع فظيع فظيع، فكان حلو قوي قوي. وكان بصوا هو النبيتي والحاجات الغامقة دي بحسها كده شتوية أكتر، بحسها إنها بتوحي كده بالدفى كده وبتدي دفى كده للمكان. خصوصا لما كنت بحط كمان معايا بنات السجادة الحمراء والنبيتي الكبيرة اللي أنا كنت بفرشها في الصالة في الشتاء، يعني دي مع دي بصراحة بحسهم ماتشنج كده تحفة تحفة، وبحس فيهم بأجواء شتوية فظيعة، وبحس إن أنا في دفى كده في المكان، فاهميني؟ المهم المفرش عشان انا كنت راكناه من فتره، يعني قلت اديله تلميعه برضو كده. ومش عارفه يا بنات اللون بتاعه عمل معايا ليه كده، يعني شوفوا الحته دي مش عارفه اللون بتاعه عمل من الجنب ده، مش عارفه ليه كده بصراحه، فمش عارفه ده ايه السبب، يعني انا مش عارفه ايه السبب بصراحه يعني. فبصوا حتى عماله ان انا ادعك فيها وكل شويه احط عليها ابخ عليها وامسح كويس جدا جدا، ان انا احس ان دي حاجه مثلا تتشال، لا ما بتتشالش خالص، زي ما يكون هي بقت تجزيعه كده او تشبيحه كده في المفرش نفسه. يلا ما علينا، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا المفرش بحبه جدا جدا يا بنات، وبحسه كده جميل، مش عارفه ليه بس انا بحسه جميل بصراحه. لمعت كمان برضو كل الكراسي كده، مسكتها بقى لمعتها كده من كل الاتجاهات وكل الجوانب كده، وخليتها ايه نظيفة كده وزي الفل. بصراحة لما بحب بقى امسك الشقة اعملها تنظيفة عميقة لازم خلاص بقى يعني تنظيفة عميقة كده، كل حاجة فيها تاخد حقها في التنظيف. عشان كده بصراحة بحب ان انا ايه يعني ما تقلش على نفسي واعمل حاجة في اليوم ده. انا عملت ايه، انا عملت السفرة وعملت اوضة الانتريه، الاتنين دول بس انا عملتهم مع بعض في يوم واحد. وبقيت يعني بقيت الايام بقى او بقيت الغرف انا عملتهم بقى ايه في باقي الايام، يعني كل يوم كده بقيت اعمل حاجه، عشان خاطر ان انا لو جيت مره واحده عملت كله مره واحده لا اكيد في حاجات كتير جدا هوقعها او مش هقدر ان انا ايه اعملها.
ولكن لما باجي بقى ان انا عايزه اعمل تنظيف عميق بحب ان انا اخد كده غرفه غرفه او حاجتين مع بعض كده، فاعملهم مع بعض بحيث ان انا انضفهم تنظيفه كويسه. يعني ادي كل حاجه حقها بمعنى اصح، مش ان انا اكروت. فعشان كده في اليوم ده مسكت الصاله اللي هو السفره ومسكت الانتريه، خليتهم بقى بصوا زي الفل زي الفل. دي الحاجات اللي انا عملتها في اليوم ده يا بنات. حتى انا في اليوم ده يا دوبك خلصت بس كتنظيفات، وقلت ان انا تاني يوم بقى ابدا ان انا امسح بقى واكمل بقيه الحاجه اللي ورايا. يعني انا اليوم ده عملت فيه زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. روقت، شلت الفرش بتاع الانتريه ونفضت الشيش بتاع البلكونه، وجيت هنا شلت كل المفارش وغيرتها. وبصوا شلت الستاير وركبت ستاير تانية نظيفة، لان انا كنت عايزة ارنخ الستاير دي، رنختها كده من بالليل يعني. عملتها نقع يا بنات، عملت لها نقع، حطيت مية وشوية كلور كده، على يعني شوية اوكسي، وبدات ان انا ارنخ الستاير دي في ميه. لتاني يوم بقى بقيت اشيلهم من الميه دي احطهم في الغساله يتغسلوا. النقع ده يا بنات بيساعد الستاير انها لو فيها اي بقع او فيها اي حاجه بتنضف معاكي بسرعه بقى، وبتبقى سهل كده سهل التنظيف. فبنقعها كده كويس قوي قبلها بليله من بالليل، وتاني يوم كده اشيلها من الميه احطها بقى في الغساله. طلعت يا بنات كميه تراب، يا نهار ابيض بجد، الميه كانت فيها بلاوي بلاوي بجد. بس بصراحه انا بحب اعملهم كده عشان بقى بالذات الستاره اللي هي محطوطه على دخله المطبخ دي، طبعا في الدخله والخارجه بقى البنات ايدهم فيها اي حاجه فبيبقعوها على طول، بيبهدلوها. فبتبقى محتاجه انها تتنقع بصراحه قبلها كده بيوم، علشان خاطر في الغساله تنضف. لاني لو حطيتها كده بصراحه هي بتنضف، بس بلاقي فيها حاجات كده لسه ما نطفتش بصراحه، يعني بلاقي فيها لو بقع او حاجه لا بتبقى لسه معلمه ما لحقتش انها تنضف. فعشان كده بحب الستاير بالذات ان انا لازم انقعهم كده قبل ما احطهم في الغساله. خلاص بقى حطيتهم نقعتهم، وهنا بقى حطيت الستاره دي هنا كده على الشباك بتاع الصاله. تمام اهو كده زي ما انتم شايفين. هنا يا بنات كان تاني يوم بقى الصبح، هنا كان تاني يوم الصبح، كنت انا كل اللي عملته بالليل. تاني يوم الصبح بقى بدات بقى يا بنات ان انا اعلق الستاير دي تاني يوم الصبح. وكانت كمان الستاير التانية كانت خلاص اتغسلت، انا كنت نقعاها قبلها بليله من بالليل، وتاني يوم الصبح رحت حطاها في الغساله على طول واتغسلت معايا، وعصرتها وحطيتها كده. قلت بقى خلاص دلوقتي انا هنشرها. تمام، وفرشت بقى الستاير او علقت الستاير بقى التانية، وعينتي دي خالص بقى. قلت عشان خاطر ان شاء الله بامر الله ابقى بقى افرشها ان شاء الله على العيد الجاي بامر الله. انا الستاير دي يا بنات بحب جدا ان انا افرشها في الاعياد، لانها جميله جدا جدا وشكلها حلو قوي مميزه كده وجميله، فانا بحب ان انا افرشها كده على العيد. فقلت اغسلهم بقى كده وعينهم ان شاء الله على ما يجي العيد بامر الله، نعيشنا وكلنا عمر ان شاء الله، وافرشها احس كده بالتغيير والتجديد، وابقى كمان بقالي فتره طويله ما فرشتهاش، فتبان بقى حلاوتها ويبان جمالها ان انا يعني يعني هي مش واخده عليها انها موجوده، فاهميني؟ فعشان كده يعني حاولي ان انت تفرحي نفسك بابسط الامكانيات، مش لازم انت تكلفي نفسك وتجيبي حاجات كل عيد وتفرشي وتعملي. لا والله، لو مجرد ان انت تخصصي حاجه بس للعيد دي ما تفرشيهاش غير في الاعياد بس، وتغسليها وتعنيها وكل عيد تفرشيها، هتحسيها اصلا انها حاجه جديده، ليه عينيك مش واخده عليها اصلا، كل فين وفين على ما بتفرشيها، وكمان هتبقي محافظه عليها وتفضل معاكي نظيفه على طول. خلصت بقى خلاص، وهنا بقى دخلت كده على الغدا بتاعنا. النهارده الغدا بتاعنا عايزين نعمل بقى شويه محشي كده كرنب يا بنات. بجد المحشي ده انا يعني كنت مفتقده بقى لي فتره طويله جدا جدا، وحشني جدا جدا. بقى لي فتره طويله قوي ما اكلتوش، يعتبر من ساعه رمضان انا ما عملتوش الا مره او مرتين بالكتير، ما عملتوش تاني. فبصراحه كان نفسي فيه جدا جدا. والكرنب اصلا الفتره دي مش قد كده يا بنات، اللي هو بتاع الحر ده بيبقى مش قد كده، وتلاقيه بيلسع كده شويه، مبيبقاش حلو. فانا الكرنب ده يا بنات عندي اللي انا مفرزاه من ساعه رمضان، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميل جدا جدا، ولا مجلد ولا اي حاجه خالص. في ناس كتير جدا بتشتكي من ان الكرنب ده بيبقى مجلد معاهم، لا ده مش مجلد خالص خالص، اللهم بارك، جميل 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 بجد. بس اهم حاجه تفرزي الكرنب في اوانه، يعني الكرنب بتاع التفريز اللي في اوانه البلدي الجميل ده فرزيه، وعينيه مش بيجرى له حاجه خالص. فانا طلعت العلبه معايا دوبك فكت كده، وكنت مطلعاها قبلها بيوم يعني في التلاجة، ففكت معايا خالص وبقيت اللهم بارك زي الفل كده. عملت لها الخلطه بتاعتها الجميله دي، انا عامله الخلطه سبايسي شويه. انا من الناس اللي بتحب المحشي الكرنب يكون فيه سنه
سبايسي كده، بيبقى طعمه حلو قوي قوي بصراحه. وانا كان عندي شويه شوربه كده في الفريزر، فطلعتهم سخنتهم وهسقي بيهم المحشي، واعمل كمان شويه ملوخيه. يعني ما عملتش جنبه حاجه، يعني ما عملتش فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه ولا اي حاجه من الحاجات دي. مش شرط خالص ان انا اعمل جنبه لحوم على فكره. انا من الناس اللي لما بيفيض عندي شوربه بحب ان انا احطها في اكياس وعينها في الفريزر، بتنفعني بقى في مره زي كده عايزه مثلا اعمل محشي وما عنديش حاجه مثلا اعملها، فبطلع الشوربه بسوي على طول. مش شرط خالص خالص ان انا اعمل جنبه اي لحوم. ما شاء الله هو كان زي العسل اصلا، ما كانش محتاج لحوم خالص، وكان ما شاء الله اللهم بارك كان في منتهى الجمال، وكان مسكر زي العسل. الكرنب ده كده في اوانه بيبقى حلو قوي قوي وجميل قوي قوي ما شاء الله اللهم بارك. وكان جميل كده، وكان بقى لي فتره كده ما اكلتوش، فبصراحه كان وحشني جدا جدا. هعمله بقى كده. وبحب كمان ان انا احط معاه كده يا بنات قرنين فلفل اخضر، بيبقى حلو جدا جدا. وكنت كمان يا بنات عامله الخلطه كتير شويه، لان انا كنت قلت تاني يوم ان شاء الله بامر الله هطلع كده كيس ورق عنب من الفريزر، وابدا ان انا اعمله. حتى انا فاض مني كام ورقه كده من الكرنب، قلت اعملهم يعني واعمل معاهم شويه ورق العنب اللي عندي وكده. فبصراحه الاكل بحب ان انا اعمله كده، المحشي بحب ان انا اعمل على يومين، بس مش ان انا يا بنات اعمله من قبلها بيوم. انا بحب المحشي ان انا اعمله في يوميها، عشان كده انا هعين الخلطه لوحدها وهعين الورق لوحده وكل حاجه، وتاني يوم هبدا ان انا الف على طول واسوي على طول كده. خلاص خلصت بقى، هبدا ان انا الرز ده بقى كده انا هفضيه كده في حله صغيره او في علبه، واعينه في التلاجة لتاني يوم ان شاء الله. ابدا ان انا الف المحشي برده معايا صابح بصابح كده واسويه على طول. هنا اللهم بارك بصوا بقى الجمال والحلاوه. حطيت بقى معلقه صلصه كده على الوش وسقيت المحشي بتاعي. هنا كان عندي بقى شوربه كنت مطلعها من الفريزر، انا سقيت المحشي بتاعي خلاص وسبت الشوربه هنا كده عشان هعمل منها كمان الملوخيه. زي ما قلت لكم الملوخيه كانت زي العسل بصراحه، عشان كده لما يفيد عندك اي شويه شوربه عينوه في الفريزر بينفعوا جدا جدا. عملت بقى الملوخيه اهو اللهم بارك، بقت زي العسل خضره كده وجميله، وكانت مسكره قوي. والمحشي بتاعنا خلاص كان استوى برده هو كمان، وهبدا بقى ان انا اغرف وخلاص. وده كان يومي النهارده، وده كان الروتين بتاعي النهارده. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه واتنشطتي. ما تنسيش بقى كده لو استفدتي من الفيديو تحطي لايكات كتير جدا جدا، كومنت تقمر زي كده، شير للفيديو يا بنات وشير للقناه عشان توصل لاكبر عدد من الناس. واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله قوي جدا جدا جدا. مع الف سلامه.